علي حياك الله. أنا لن أطيل، بس عندي 3 نقاط أو 4 على السريع. النقطة الأولى سلمك الله، أن ذكر ابن قدامة في المغني من شروط أو من متى يكون الجهاد متعين إذا احتيج إليه. والكتائب الآن سواء جيش حر أو جبهة نصرة أو غيرها مجمعة على حاجتهم من طلاب العلم. هذه نقطة مهمة ولا بد أن نأكد عليها. النقطة الأخرى يعني تناقض الشيخ عدنان على العور وفقه الله، وأنا يعني كل له وجهة نظر، لكن حينما يقول أن الحدود لا تفرقنا وهو في فتوى له سابقة على قناة بداية يقول يحرم لغير السوري الجهاد في سوريا، وهذا تناقض. الأمر الثالث موجه للشيخ الدمشقية والشيخ عمر الزيد، أنهم يتقوا الله في أعراض المجاهدين وفي جبهة النصرة والتي هي فرع لدولة العراق الإسلامية المنصورة بإذن الله. ماذا قلت في جبهة النصرة أنا أخي؟ قبل ما تقول اتقوا الله فيهم أخبرنا ماذا قلنا. أنا كلامي الآن وشو؟ أنت سمعت كلامي؟ ماذا قلنا؟ الآن أقول لكم. أنا تكلمت قبل. جبهة النصرة من القاعدة التي هي على قلوب الكافرين والمنافقين قاعدة. الأمر الآخر هذا طعن فيهم هذا الآن. إيه نعم، أنت تقول أنهم عملاء إيران. أنا قلت عن جبهة النصرة عملاء إيران؟ نعم لا هم يقاتلون. أنا قلت عن جبهة، اسمح لي، أنا قلت عن جبهة النصرة عملاء إيران. نعم جبهة النصرة لا للأسف أقول لك مع احترامي لك أنت تكذب. جبهة النصرة من القاعدة. لا وش دليلك يا علي وش دليلك؟ لحظة وش دليلك أنت؟ يعني لحظة أنت قاعد للأسف الشديد نحن المفترض نركز على موضوعنا الأساسي. للأسف جميع الاتصالات إلا ما رحم الله. لحظة يعني تشتت أفكارنا في مسائل نحن غنيون عنها. يعني إذا كان الدمشقية الآن تتهمه وهو رد عليك أنك تكذب. طيب أنا بعد أنا الحين برد عليها يا شيخ رياض. وش دليلك يا علي؟ وش دليلك؟ أنا دليلي جبهة النصرة من القاعدة. يا أخي وش دليلك أنت؟ وش دليلك أنت؟ أنا أقول لك خلني أرد عليك. أنا هو تقصدني. طيب خلي بس يكمل. أولا يا أخ علي اسمعني جزاك الله خير. أنت هالحين تتصل وتتهمني وأنا كلامي ما له إلا دقيقتين. الآن أرد على الأخت المتصلة وقلت لها أنهم مجاهدين وجهادهم في سبيل الله. أما جبهة اصبر اسمعني أنت سألتني اسمع. طيب جبهة النصرة أعلنوا براءتهم من دولة العراق. لا مو بصحيح. كيف أعلن الجولاني أن بيعته للظواهر وليست لدولة العراق. ودولة العراق هذه أصل وجبهة النصرة فرع. جبهة النصرة فرع لدولة العراق الإسلامية. دولة العراق أعلنت أن جبهة النصرة تابعة لها، فأعلنت جبهة النصرة أن بيعتها للظواهر وليست للبغدادي القرشي. طيب انتهينا. لي حق اني ارد عليك يا علي لو سمحت. علي لحظة يا علي لحظة بيرد عليك الدمشقية لأنه اتهمته. لحظة يا أخي لحظة لو سمحت تفضل. أنا بمجمل ما قلت جبهة النصرة كانت لهم جهود، وأنا هذا كاتبه في تويتر، لهم جهود جبارة. اسمع لي شوي لو سمحت. لهم جهود جبارة ولهم أعمال أثني عليهم بها من قبل جميع الناس، لكن لا نريد لهم أن يفتحوا على أنفسهم ويعزلوا أنفسهم عن الآخرين بارتباطهم بالقاعدة. هذا كل ما قلته. طيب هم ارتبطوا بنصراني رئيس الائتلاف الوطني السوري أو تبغون تحت أمريكا يعني ولا إيش؟ لا هذا ما هو من جبهة النصرة. شو اسمه؟ لا علي جبهة النصرة هذا من القاعدة. علي تفضل يا شيخ علي. أنت مسلم وقاف فيما نظن عند حدود الله عز وجل. نرجو ذلك. طيب أرجو كذلك أن نتحاور محاورة هادئة لنصل إلى الحق. أولا تفضل لكن بشرط يا شيخ عدنان حبيبنا. تفضل. اشترط بشرط أن نتحاور بدون يعني تعطينا فرصة أهم شيء. إيه طيب أنا سأترك، بس أنا عندي شرط لا يخرج عن نقطة البحث. معروف شرطك المعروف. طيب يا أخي قلت حرام على غير السعودي أن يذهب، حرام على غير السوري أن يجاهد. أنت قلت هذا سمعا منك أم نقلا عن غيرك؟ أنا شفتها في قناة بداية وقلت كذا بهذا النص. قلت وأنا أعني ما أقول لحظة اصبر أن يذهب إلى سوريا وأنا أعني ما أقول. اصبر لعلك
أسقطت أو فاتك شيء، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يقاتل ويرحم عليه أن يقاتل إذا لم يكن مستعدا ومدربا على ذلك. لا هذا ما كانت أصبر هذا كلام أصبر الفتوى كانت مجملة ولا بس البيان ولا يجوز تأخير البيان. هذه النقطة. الجميع بعد إذن الجميع، يعني الآن يا شيخ نرى بعض المشايخ جزاهم الله خير لهم جهود على الحدود والذهاب إلى الأردن وبعض المناطق المتاخمة، فهل ترى هذه مناسبة مثلا في مثلها؟ وبعضهم ربما يعني يرغب في الدخول، فهل هذا المجال مسموح أو يعني أولا وأنا أعني ما أقول وأقول من منطلق لا يجوز لغير السوري دخول سوريا. لأجل هذا لا يجوز، أنا أعني ما أقول. الذهاب بأنفسنا. أيوة ذهاب بالنفس داخل سوريا لا نريده ولن نستقبل أحد. النقطة الثانية باختصار، اليوم نحن نريد أن نبايع جبهة النصرة دولة العراق، وافقتك أنا ومخالف المشايخ في هذا. السؤال الشرعي، هل يجوز بيعة المجهول؟ بيعة المجهول، هذا المجهول يعرف الشيخ البغدادي. أول شيء لابد أن نقرر. يا عيوني يا علي أسأل الله أن يعلي إيمانك وأن يزيدك علما. الجواب أني أعلم أنا عند أهل السنة بالإجماع أنه لا يجوز رواية المجهول، روايته لا تقبل. خليني أنتهي. فهل يجوز، اصبر، هل يجوز إذا كان لا يقبلون بيعة المجهول، فهل يجوز ولاية المجهول وبيعته؟ تقول لي يجوز أم لا يجوز؟ رجعنا على عقيدة الإمام الغائب. لحظة تفضل شيخ، قبل ما تلزمني لابد أن أبين. أنت تقول حوار. أولا هذه بيعة قتال لا بيعة خلافة. الأمر الثاني أنه مجهول بالنسبة للقاعدين مثلي ومثلك، وهو معلوم لأهل العراق، وهو مجاهد ومعروف وذو علم ويعرف أهل العراق. يا عيوني اصبر. البيعة هي بيعة دولة، يعني ينبغي كمان أنت تكون منصفا. لحظة اصبر، اسمها دولة العراق. طيب. فهو أمير دولة العراق، أليس كذلك؟ بلى. يمين. إذا عندما أنا أبايع الأمير أبايع البيعة الأصلية ولا أبايع البيعة الفرعية ما دام أميرا لدولة؟ فإذا هو أمير دولة. طيب أمير الدولة ينبغي أن يخفى أمير دولة. الآن عندي السؤال الأول، كيف يمكن لي ولغيرك أنا أريد أن أترك القعود وأصير مجاهد، سواء كانت بيعة جهاد أو بيعة دولة؟ يجوز أنت لهؤلاء الناس نساء وأطفالا ورجالا وشبابا أن نبايع مجهولا؟ هم أهل الشام والعراق. سألتك سؤال ولا لا؟ لحظة. نعم يجوز. يجوز. مجهول لكم أنتم، لكن شيخ لحظة يعرف أبو الآن احنا ما نعرف أبو بغدادي. قد يكون في إيران. لحظة. لا قد يكون في إيران. لا أنا الآن عم بحكي عن القاعدة، اسمح لي شوي. لا تخرب علي، الله يرضى عليك. لا ما بيفيد. عميل لندن هاني السباعي. إذا شوف تتكلم عن عميل لندن، إذا يلزمك أن هاني السباعي عميل لندن. إياك تتكلم بهذه الطريقة. تأدب. طيب حتى لا شيخ عدنان، بس نبي نخلص علي للأسف. لا يا علي لحظة، خليك معي يا علي. النقطة الأولى أن هؤلاء الشباب في سوريا حدثوني وغيرهم أنهم لا يعرفون لا البغدادي ولا الجولاني. هذا واحد. اصبر، غير صحيح. معلش خدني بلطفك. اثنين، إذا إنسان ما بايع دولة العراق ما حكمه الشرعي؟ ومعاذ الخطيب هل هو لم أسأل يا عيوني انت. معاذ الخطيب الآن هل هو مشورة الشعب أو لا؟ يا عيوني أجبني بنعم أو لا؟ لحظة شوي. الآن أنا أسألك عن أمير دولة، بدك نبحث البحث الآخر ما تدخلوا تفسد الأمر. طيب أنا سألتك الآن هيدا والناس الآن ينصتون لك
وأرجو أن لا تخسر أنت الموقف. يقول إيش دخل معاذ بالموضوع؟ أنا أسألك ما حكم، أنا بسألك حكم شرعي، ما حكم من لا يبايع أمير المؤمنين؟ أنا ما بيعت الآن. ما سألتك يا علي، ما سألتك أنت بايعت أو لا، ولا سألتك أبوك بايع ولا لا، سألتك سؤال شرعي. حكم المسلم. ما حكم من لم يبايع أمير المؤمنين؟ على كذا السعودية كلهم ما بايعوا. ما سألتك عن السعوديين. لا 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 لحظة. الحمد لله يا شيخ عدنان، شيخ عدنان، لا نبي نطلع يا علي. أنت علي لحظة يا علي، لحظة علي للأسف الشديد أنا لحظة، للأسف الشديد أنا أعتقد أنه لديك مخيلة واسعة عجيبة، ربما تكون منحرفة. أنا أعتقد لا أدخلنا في مسألة، بل نحن بايعنا. إذا لم تبايع أنت فتعسل لك. أنا معليش أنا والله لحظة وصلنا نتيجة. لا وصلنا نتيجة يا جماعة إني أعلم، دعوني أخي الكريم، أنا سألتك. لا أنا يا أخي لا بل أنت يا معلش شيخنا أنا طبعا انهيت المكالمة، لكن في مسألة مهمة. أنت سمعت كلمته الأخيرة، إذا نحن لم نبايع وهو يقصد في السعودية، فإذا هذا صاحب عقلية تختلف نهائيا، بل هي بيعة في رقابنا من علمائنا إلى أقل. لا هو الكلام مو عن بيعة ولي الأمر هنا. لا هو أنت لو لاحظت وش يتكلم عنه. طيب أنا باخذ المكالمة الأخرى من معي الآن.